أفتتح الكلام بحمد المنعم مصليا على النبي الأكرم محمد وآله الأئمة الوارثين فضله وعلمه. أبدأ بقول الصادق عليه السلام يقول: من حاربنا حاربنا اللي يحارب أهل البيت يحيل بينا. بداية الوباء الكل كان يراهن على المجلس الحسيني الجماهيري، وكان المجلس الأول في أوروبا في عام 85 مع تفاوت السنين 40 عام هذا المجلس عمره، والحمد لله سائرين على نهج الحسين وعلى طريق الحسين. ولنا بدايات من العراق، بدايات عام 77 انتفاضة 20 من صفر. في ذلك الوقت كان الوباء مستشري في النظام البائد عبر سفاراته، ووفقنا الله بانتفاضة عارمة هي انتفاضة الصفر، هي الانتفاضة المباركة، حيث رئيس النظام منع كل من يزور الحسين يقتل في الطريق. والحمد لله وفقنا الله مع مجموعة شباب، قسمنا على القرآن وتوجهنا للحسين، قابلونا بالدبابات والطائرات والقنابل المسيلة للدموع، وأغلق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وفصل وزيرين، ولم يقدر على خدام الحسين وثوار الحسين. وجئنا إلى لندن، جئنا لنشر راية الحسين في الوقت الذي لم يوجد مجلس في الثمانينات، وتوجهنا إلى جامع رجل موسك. جامع رجل موسك جامع السنة يصلون فيه أكثر من 25,000 مصلي يصلون هناك في صلاة العيد، والحمد لله أخذنا سنتين. وبدأنا الشعائر هناك، وقامت الضجة علينا من قبل سفراء الدول الإسلامية للأسف، هم الأمناء على هذا الجامع. وهذا الجامع أسسه محمود راجع أباد من الشيعة، تأسيس شيعي، ولكن الحمد لله قمنا هناك سنتين، وفقنا الله، واستمرت المسيرة إلى حد هذا اليوم هذه السنة العصيبة. بدأت الكثير من الأشخاص أن يريدون هذا المجلس يمنع، يريدون هذا المجلس لا يقام، وللأسف محسوبين على أبناء الطائفة. والحمد لله لم نسمع لأحد، وقلنا نحن وعوائلنا نقام هذا المجلس المبارك. فطلبوا منا أن نلتزم بكل القرارات الموجودة من الجانب الصحي، من الجانب القانوني، من الجانب الحضاري، والحمد لله وفقنا. يأتون من وزارة الصحة يقدمون الشكر لكم قبل يقدمون لنا. يأتي البوليس ويحتار: من حاربنا حاربنا، يحتار بنا، فيطلع على المكان والطريقة الحضارية الصحية والضوابط الصحية فيسكت، يقول الحمد لله، يقول لكم الشكر، يتوكل على الله. واستمر المجلس، وهيأنا براميل السانيتايزر، وهيأنا أكثر من 20,000
كمام أسود سوف يوزع للمسيرة. والحمد لله الدخول والخروج والتباعد وكله على الضوابط الصحية، وننصدم فعلا ببعض أبناء محسوبين على هذه الطائفة. والحمد لله سارت المسيرة ولم نعطيهم الإذن الصافية. ومن ثم بعد نجاح المجلس واستمر لهذا اليوم الأخير بدأوا حملاتهم المضللة، الحملات اليزيدية الأموية، الإعلام الأموي، راحوا يشتكون إلى البوليس ويبثون الدعايات المضللة أن لم نحصل على الإجازة ولم نحصل على الموافقة، وهناك وباء وهناك. ونحن جواب واحد نقول لهم ولغيرهم: نحن نملك أكبر مدينة طب في العالم، هي مدينة الحسين، تحت قبته الدعاء وفي تربته الشفاء. يبعث لي أحد الأطباء أن هذه المسؤولية برقبتك على عدم التباعد، وهذه أرواح الناس. فكان جواب مدينة الحسين، مدينة الطب، مدينة الشفاء. وأتفاجأ الطبيب بعد يومين يقول: أنا لا أتحمل، جئت لأشارككم العزاء. أين الوباء؟ وللأسف صنفت بعض الناس إلى أصحاب الوباء، وأنتم ونحن من أصحاب الكساء. والحمد لله إن شاء الله بكرة المسيرة قائمة، وتحولت إلى مظاهرة، وسوف نسير إن شاء الله، ولا يوجد قانون أن يمنعنا، لأن قانونهم المظاهرة تأتي ما تشاء وتسير ما تشاء، وبحماية البوليس. والحمد لله. فإن شاء الله حضوركم بكرة جميعا، نساء، أطفال، رجال، شباب، الكل هناك، لنثبت للعالم كله أن الحسين هو طريقنا، وبأصواتنا وبأصوات الثورة: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هذا الشعار إن شاء الله نرفعه في المسيرة جميعا. وجودنا هناك يثبت للعالم، لأن بريطانيا كل أنظار العالم عليها، وهذا المجلس الحسيني ولد وحيد جماهيريا ورجع وحيد جماهيريا. والحمد لله، المجلس الجماهيري الوحيد هو أنتم، وجودكم وحضوركم وأنفاسكم الطيبة معنا. هذا جانب. الجانب الآخر من يعتقد أن هذا المجلس تابع إلى جهة معينة، وهو واهم. طريقنا الحسين، ونحن أتباع الحسين، ولا نملك إلا الحسين، وحياتنا حسين، ومماتنا حسين إن شاء الله. كونوا للحسين راية نصر كما كان الحسين للراية نصر. فنحن مع الحسين، ونحن نحترم جميع المراجع والمقلدين، وبالنسبة لنا مسافة واحدة إلى المراجع، ولكن المواقف نميزها كموقف الفتوى، فتوى الواجب الكفائي في مدينة النجف الأشرف، والتي صدرت عن المرجعية العليا الرشيدة، وحفظت الأعراض والأنساب والأموال
واليوم العراقيون بفضل الله وهذه الفتوى يمشون على طولهم في الشوارع، ومواكبهم بسبب المرجعية العليا في النجف الأشرف، هذه المدينة التي ضحت مدينة البطولة والفداء، مدينة أمير المؤمنين عليه السلام. فأسأل من الله أن يوفق الجميع، ودعواتنا للمرجعية الرشيدة وللمراجع الكرام وللمقلدين بالصحة والعافية ودفع البلاء والوباء. باسم المجلس الحسيني وباسم المجاهد الكبير الوالد الحاج عبد الرسول البلاغي وأبنائه جميعا، نقدم لكم الشكر الجزيل والثناء الجميل على حضوركم في هذه الأيام المباركة واستماعكم لفضيلة الشيخ خادم الحسين آية الله الشيخ المالكي. ونسأل من الله أن يعيد عليكم هذه السنة وفي كل سنة بدوام الصحة والعافية والخير والبركات، إنه نعم المولى ونعم المجيب. ف5 مرات لبيك يا حسين، صوتك إلى الحسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحبكم يا بين داحي البحر فتشنا